العيد، مكافأة السماء، التبسط واللهو المباح والاستمرار بعد رمضان. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. كل سنة وانتم طيبين وكل سنة وانتم فايزين. النهاردة مش يوم عادي، النهاردة يوم الجايزة. النهاردة بنقفل كتاب رمضان 2026 واحنا قلوبنا مليانة أمل إن اسمنا اتكتب في العتقاء. أهلا بيكم في الحلقة الأخيرة ومسك الختام من مراية الصحابة. ناس كتير بتودع رمضان بنكد وحزن، يا خسارة رمضان مشي. بس النبي معلمناش كده. النبي علمنا ان العيد ده شعيرة وعبادة، وانك تفرح فيه وتلبس جديد وتضحك ده دين بتؤجر عليه. علشان كده حرم الصيام يوم العيد، اجباري تفطر وتفرح. يا ترى شكل العيد كان عامل ازاي في المدينة المنورة؟ هل كان مجرد صلاة ونوم؟ فاصل وهرجع لكم تاني. ورجعنا تاني؟ لا، ده كان كرنفال، لعب وغنى ولبس غالي وخروج للصحراء المصلى. والأعظم من ده كله اللي بيحصل في السماء في اللحظة دي واحنا رايحين نصلي العيد. الملائكة بتبقى واقفة على أبواب الطرقات بتوزع الجوائز. تعالوا نعيش صباحية العيد مع النبي صلى الله عليه وسلم. صاموا نهاره وقاموا ليله، واليوم يوفي الصابرون أجرهم. افرحوا، فالله كريم لا يرد من وقف ببابه. تعالوا ندخل بيت النبوة صبيحة يوم العيد ونشوف التفاصيل. الاتيكيت والمظهر، النبي كان عنده حلة، عباية فخمة حمراء أو خضراء يمانية ماركة غالية، ما كانش بيلبسها غير في العيدين والجمعة. كان بيغتسل ويتطيب بأحلى مسك ويلبس أحسن ما عنده. وكان قبل ما ينزل للصلاة لازم يأكل تمرات ويكون عددهم وتر 3 5 7 علشان يعلن انتهاء الصيام وكسر الروتين. تاني حاجة، الطريق للمصلى. النبي كان بيصلي العيد في الخلاء مش في المسجد علشان يساعي الكل، وكان بياخد طريق وهو رايح ويرجع من طريق تاني. ليه؟ علشان يسلم على أكبر عدد من الناس، وعلشان تشهد له الطريقين يوم القيامة، وعلشان يظهر عزة الإسلام وزحمته. تالت حاجة، الفرحة واللهو المباح، وده الجزء المفاجئ لناس كتير في يوم العيد. دخل سيدنا أبو بكر على بيت النبي، لقى جارتين صغيرين بيغنوا وبيدقوا الدف، أغاني تراثية عن يوم بعاث أبو بكر. انزعج وقال فيما معناه: أمزمار الشيطان في بيت رسول الله؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم وكان مغطي وشه وتعبان كشف وجهه وقلب ابتسامة فيما معناه: يا أبا بكر دعهما فإن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا. سيبهم يغنوا ويفرحوا، ده يوم فرح. مش بس كده، الأحباش أهل إثيوبيا كانوا بيلعبوا بالحراب والسيوف، رقصة حربية كده في وسط المسجد، والسيدة عائشة كانت عايزة تتفرج. فالنبي وقف وراها وخلاها تسند دقنها على كتفه، وفضل واقف مدة طويلة علشان تتفرج وهي مبسوطة، لحد ما هي اللي زهقت ومشيت. تخيلوا النبي بيقف وقفة طويلة علشان مراته تتفرج على العيد، ودي في قمة الرقي ومراعاتها النفسية. رابع حاجة، جايزة السماء. الحديث بيقول فيما معناه إن الملائكة بتقف على أفواه الطرقات تنادي: يا معشر المسلمين اغدوا إلي، ربي كريم يمن بالخير ثم يثيب عليه الجزيل. أمرتم بصيام النهار فصمتم، وأمرتم بقيام الليل فقمتم، وأطعتم ربكم فاقبضوا جوائزكم. ولما يصلوا منادي ينادي من السماء فيما معناه: أن ارجعوا إلى رحالكم راشدين قد غفرت ذنوبكم. وده يوم الجائزة الحقيقي. احنا عشنا سوا 30 يوم مع 30 بطل، من أول آدم لحد خاتم الأنبياء، شفنا فيهم نفسنا وضعفنا وقوتنا. رسالتي ليكم في آخر حلقة: كن ربانيا لا رمضانيا. ما تخلوش العيد يكون حفلة وداع للدين. رب رمضان هو رب شوال، هو رب شعبان، هو رب أيام ربنا كلها. اثبت ولو حاجة صغيرة، ركعتين قيام، صفحة قرآن. افرحوا بالعيد، البسوا جديد وزوروا قرايبكم وفسحوا عيالكم. الفرحة شعيرة والنكد في العيد بدعة. دخلوا السرور على قلب يتيم،
أو فقير علشان فرحتكم تكمل. القصة لسه ما خلصتش، الحكاية مع آية خلصت كبرنامج، بس حكايتك انت لسه بتتكتب. كل موقف بيحصل لك وكل اختيار بتاخده بيزود سطر في كتابك اللي هتقرأه يوم القيامة. خلي كتابك مشرف وخلي بطل حكايتك يستاهل الجنة. أنا استمتعت جدا بالرحلة دي معاكم وبكل تعليق كتبتوه. شكرا ليكم إنكم كنتوا جزء من حكاية مراية الصحابة. سؤالي الأخير ليكم، إيه أكتر حلقة أو بطل أثر فيك السنة دي وحسيت إنه غير فيك حاجة حقيقية؟ اكتبولي في الكومنتات وخلونا نودع بعض بود وحب. وكل سنة وانتم طيبين، وكل سنة وانتم إلى الله أقرب. أشوفكم على خير وفي حكايات تانية، وعيد مبارك.